بقى صامد القرون رغم الأحداث والحروب اللي وقعات في تاريخ مدينة الرباط. رواق باب الرواح اللي كيزين قلب العاصمة المغربية الرباط بواحد المزيج فريد بين الأصالة والمعاصرة. من نهار تبنى في 1197 في فترة الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور. وباب الرواح عنده مكانة خاصة في الجهة الشمالية الغربية ديال المدينة، كان كيشكل حصن للدفاع وبوابة رئيسية خصوصا للمغادرة. وداكشي علاش بعض المصادر كيربطوا الاسم ديالو بالفعل راح بمعنى مشى ولا غادر. وفي عام 1968 تقرر يتحول رواق فني كتحيا فيه روح الإبداع بإشراف من وزارة الثقافة المغربية. ومن ذاك الوقت الفضاء كيضم المئات من المعارض التشكيلية لفنانين كبار سواء مغاربة ولا أجانب، وكذلك فتح الأبواب ديال الزوار بشكل مجاني.